ايه هي مميزات صناديق الاستثمار؟ ان لكل صندوق مدير استثمار عنده خبرة مالية ومحترف في إدارة الصناديق، فبيستفاد المستثمرين من خبرته في ان هو بيحقق لهم افضل عائد على الفلوس اللي استثمروها في الصندوق، وده عن طريق تنويع الاستثمارات. ففي صناديق بتحط فلوسها في استثمارات مختلفة عشان تقلل المخاطرة لو اتغيرت احوال السوق، والنقطة دي بترجع لنوع الاستثمارات اللي الصندوق بيحط فيها فلوسه. وكمان بتقدم لك خدمة سهولة الوصول، يعني بتساعد الشركات والأفراد إنهم يوصلوا لخدمات مالية أو استثمارات ممكن تكون صعبة عليهم. يعني أنت في خدمة عايز تشترك فيها ومش فاهم هي بتشتغل إزاي، بس أنت بتسمع إن الخدمة اللي أنت عايز تستثمر فيها بتحقق عوائد أو فوائد كويسة، وخايف أول ما تجرب تقوم تخسر فلوسك، أو إنك ما تفهمش إجراءاتها، أو يكون ليها إجراءات كتير فتستصعب الموضوع. فصندوق الاستثمار بيسهل عليك الاشتراك فيها. اما بالنسبه للسيوله، في انواع صناديق بتكون فيها سيوله عاليه، فتقدر تشتري وتبيع في وحدتها او وثائقها بسهوله خلال ساعتين او يوم عمل واحد. زائد انها ما بتشرطش ان يكون عندك مبلغ كبير علشان تستثمر فيها. لو عندك اي اسئله اكتبها في الكومنتات.